السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا نهار اليوم مسكوتشو عائلي طالع وخفيف. نتمنى ينال إعجابكم ورضاكم. نتمنى كذلك تكملوا معي الفيديو الأخير تشوفوا طريقة التحضير تاعو ومقاديره اللي جد بسيطة اقتصادية. هنا النتيجة تاعو راهي أمامكم. نتمنى كما راهو جا يعني ولا أروع، جا ما شاء الله طالع وخفيف. نتمنى كذلك تشاركوا معكم أحبابكم. نتمنى كذلك تشجعوني بلايك ومشاهدة الفيديو حتى الأخير. هنا للمقادير نحتاج 4 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ أكيد. هنا البيضة تاعي بزاف صغار الأخوات، اللي عندها بيض كبير تقدر دير 3 أو تقدر تكتفي ببيضتين. نضيف عليهم رشة الملح مع كاس تاع السكر العادي. نزيد نضيف عليهم حوالي ملعقة صغيرة تاع الفاني. اللي ما عندهاش تكتفي ملون او معطر، المهم واش عندك الوقت ديري. هنا نجيب غير ضرب اليدوي، راح نخفق به هذوك حبات البيضه مع السكر مع الفاني حتى يولي لي لون الخليط تاعي فاتح نوعا ما الى البياض. هنا بعد ما نولي لي الخليط بهذا اللون نضيف عليه كاس ناقص اصبع من الزيت النباتي. الكاس كما كتشوفوا بزاف صغير الكاس اللي راني ندير به، ماشي هذاك الكاس الكبير. نديرو هنا على دفعات ونواصلوا في التحريك. هنا نزيد ندخل كاس الحليب كذلك ناقص اصبع، يعني ما نعمرهمش الكيسان تاعنا بزاف. والسكر الحلاوه كما حبيتوا الاخوات، تحبوا تكتفوا بكاس، تحبوا كاين اللي يحب ينقص كاين اللي يحب يزيد. هنا نزيد الحليب كذلك يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما نديروش مباشره بارد من الثلاجه. هنا ضفت ملون ومعطر تاع الليمون. هنا تحبوا تضيفوا، هنا فضلت يعني جات عندها واحد المذاق ولا اروع. المهم اللون تاعها شتو كيفاش يجي اصفر هكذا، نبدلو شويه. نبدا نضيفوا الفرينه تاعنا بالتدريج. هنا نحتاجو كخميره، نحتاج كيس ونصف كيس، يعني نحتاجو 15 غرام من الخميره الكيميائيه. ندخل مليح هكذا، نروح مع غير بشويه برك، يعني هذه المسكوت شوفي وقفه حتوجدوه من 5 دقائق توجدوه. هنا كان المقطع كيما ضفت الخميره تسجل معايا غير شويه ومن بعد تحذف لي. هنا نذكركم برك بلي درت كيس ونصف من الخميره الكيميائيه. هنا تتحصلوا على قوام يكون متوسط، ما يكونش عاقد بزاف وما يكونش خفيف بزاف. هنا تحبسوا ما تزيدوش الفرينه. الفرن دائما نشعلوه مسبقا باش ما تاخذش منكم وقت طويل اثناء الطهي. هنا نجيبوا البلا اللي راح نطيبوا فيه، نرشوا عليه دهنوا بشويه زيت ولا شويه زبده، نرشوا عليه الفرينه، نفرغوا الخليط تاعنا، نخلطوه هكذا خلطات خفاف وندخلوه يطيب على نار متوسطه او تحبوا شويه قويه نوعا ما. اللي ما عندهاش وقت تقوي الفرن تاعها شويه. المهم نطيبوه من التحت مليح، كي نتاكدوا باللي طاب نزيدوا نشعلوا له من الفوق. هنا ديروا مربى، ديروا واش كان عندكم الاخوات هنا باش نديروا له هذيك الرشه تاع جوز الهند، ويكون واجد معكم، يعني خفيف ظريف وسهل اقتصادي ما يكلف ما والو. ديروا القهوه العشيه اكيد يجي افضل اقتراح. اتمنى الفيديو تاع نهار اليوم ينال اعجابكم ورضاكم. تنساوليش لايك فضلا منكم وليس امرا. هنا بديت التقطيع تاعها، هي مازالت سخونه. ما كانش عندي وقت هكذا باش نصور معكم. تشوفوا هي كل ما تبرد راح تزيد تحكم روحها احسن واحسن.
والتقطيع كما حبيتو ديروا مربعات، ديروا مستطيلات صغار نتوما كما حبيتو الاخوات. هنا شوفوا القوام تاعها باينه طالعه وخفيفه. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه سهله بزاف كامل، يعني تعرفوا كامل في حلات الله يبارك. يعني كلام وجه دائما للمبتدئات. هذه هي، متنسوناش من تشجيع القناه. جزاكم الله كل خير. هنا شوفوا القوام تاعو كيفاش راهو. قلت لكم هنا مازالت شويه سخونه، مازال ما بردتش. هذا هو القوام. اتمنى الفيديو تاعنا اليوم من اعجابكم، ونخليكم دائما في امان الله وحفظه. الى الملتقى في امان الله مع فيديو اخر وعمل اخر بحول الله تعالى.